تعقيب سريع على حلقة الهورس باور والتورك. جالي سؤال بيقول لي طيب هو انت مش قلت ان الهورس باور بيساوي التورك مضروب في ار بي ام ومقسوم على رقم؟ ليه الخطين مش ماشيين مع بعض؟ احنا ما اتكلمناش في الحتة دي بالتفصيل وعديتها بسرعة، فبسرعة كده ايه تعالى اوري لك. هناخد دلوقتي منحنى تورك ثابت، هناخد خط مستقيم ونختار الرقم ده ليتس سي مثلا 200 نيوتن متر عند 1000 ار بي ام، 200 نيوتن متر عند 2000 ار بي ام، 3000 ار بي ام و4000 ار بي ام. تعال بص معايا بسرعه كده على الحسبه. لو جينا نحسبها عند 1000 ار بي ام هاخد ال 200 نيوتن متر هضربها في 1000 واقسمها على، بما اننا شغالين بنيوتن متر، اقسمها على 7122. لو كنت شغال بالفوت باوند هتقسمها على 5252. هيطلع كام؟ هيطلع 28 حصان. فعلى كلام صاحب السؤال انا المفروض الاقي ال 28 حصان دي تفضل مستمر. لا، خلي بالك ان انا بضرب في الار بي ام، الرقم ده عمال بيزيد معايا. انا ضربت اول مره في 1000، المره دي هضرب في 2000، فال 28 حصان هتبقى كام؟ هتبقى 56 حصان. عند 3000 ار بي ام اضرب ال 200 نيوتن متر في ال 3000 واقسم على 5252 هيطلع لك حوالي 84 حصان. عند 4000 ار بي ام هيطلع لك 112 حصان. وبكده يبقى انت تاخد بالك ان منحنى العزم ده كل ما بيتضرب في الار بي ام، الار بي ام مش ثابت، الار بي ام ده رقم عمال بيزيد، فانت كل ما الار بي ام بيزيد الهورس باور بيزيد.